مين الرداحة اللي كانت بتردح دي؟ حد عايز سجاد. مين الرداحة اللي كانت بتردح دي؟ قناة الزمالك ملهاش علاقة من دلوقتي بأم. تاني، انتوا عمالين تقولوا مرتضى بيعمل احتقان، امال الرداحة دي ايه؟ الاهلي كل اللي انت قلته ده، بس نسيت حاجة. الاهلي هبة من ربنا لمصر. خدت بالك؟ هبة من ربنا لمصر. ده اللي بتقولوا عليها بقى المرتضى بيعمل احتقان في البلد. اتفرجوا يا جمهور الزمالك، اتفرجوا. ده ناقص يقلع هدومه، اتفرجوا. ده ناقص يقلع هدومه ملط ويرقص في قناة احنا بندفع ضرايبها. يا كل المسؤولين عن ده مين؟ الرداحة دي مين؟ القاضية في نفس الوقت. نرجع بقى للمؤامرة اللي اتعملت تاني، للمؤامرة اللي اتعملت. رئيس النادي ما يخشش الماتش بتاع افريقيا، ماشي. طيب وايه تاني؟ طيب ورئيس النادي نحل مجلسه بعد 24 ساعة، ماشي. طيب والعينات بتاعت الكورونا تتغير للعيال مهمين في الزمالك، ماشي. طيب ونجيب حكم ونغيره، عايزين واحد مرتشي، ماشي. تتغير للعيال مهمين في الزمالك، ماشي. طيب ونجيب حكم ونغيره، عايزين واحد مرتشي، ماشي. طيب ونغير ونلغي الفار، ماشي. خلي عندك دم. الجماهير انت تاني، انت وصمة عار في جبين الاعلام المصري والرياضة المصرية. اتفرج يا دولة. ده مين ده؟ ايه الرسح ده؟ ومصر تفرح لما الاهلي يكسب، والاستقرار والكدابين. احنا يا عم كدابين خلاص، بس ما خدناش ساعات من حد، ما خدناش 228 مليون من حد ونمنا عليهم، وانتوا بتجيبوا الكلام لنفسيكم. يا بتاع تحيا مصر اطلع وريني الايصالات اللي استلمت بيها الفلوس والساعات. كفايه بقى. طب هقول لك حاجه، حط الزمالك يا لا، مع احترامي نادي اهلي وجماهيره، حط نادي الزمالك على طرف من ده. انت مقعد الاهلي على حجرك خالص. هو الوقت اللي انت بعته كاس العالم للانديه بتقف كده؟ هو ده العدل. ويطلع النهارده من غير مناسبه احمد موسى يتنطط زي اي قرد، يتنطط زي اي قرد، زي القرود. محمد ابو عينين المهله خلصت بتاعتك. اوعى تنسى ان انا كنت المحامي بتاعك في المصيبه بتاعت اسكندريه. اوعى تنسى، واوعى تنسى انا قابلت مين في السجن لما اتحبست. لكن محمد راجب ربنا يشفيه جاله ازمه قلبيه، تمام؟ قلت خلاص يا جماعه خليها يعني ارجعوا زي الوضع الاول للاستاذ طارق والمجموعه اللي معاه، تمام؟ طيب هو انت عايز الزمالك اللي انت تاني عندك اللي بيمولك بملايين وكل غسيل اموال جاي للزمالك اللي بيتحجز على 70 مليون، وبعض الاقل بتروح احنا الزملكاويه انت ما جبتش على الفايره ليه؟ انت ما جبتش تأدي ليه؟ انت جبت السله ليه؟ يا ابني كويس ان انا جبت 14 لاعب ومحجوز عليا. ده انا بطل قومي. كفايه الحرب اللي عليا. حبس وحل وتشهير ولجان، واقف على رجلي عشان ربنا معايا والملايين من الجماهير المحترمه. وعمال اشوف بلاوي. انت يا مرتجي يا خالد يا مرتجي بتتكلم عن ان احنا بنجعجع. يا اخي انت مش هو انت 67 كنت فين؟ مش عارف التاريخ؟ ده نكسة 67 بطلها والدك. احنا مش عايزين نتكلم، احنا قاعدين في حالنا وبنتفرج على مهازل. حضرتك كسبت. الاخ احمد موسى او المخبر احمد موسى لما جاب عامل تقرير من المغرب الشقيق، تمام؟ نص اللي جابهم زملكاويه، قالوا له مبروك وفرحانين واحنا النهارده في الاستاد شجعنا الاهلي. الفتنه نائمه. تاني الفتنه نائمه. بحذر كل اللي بيسمعني، للصبر حدود. تاني بقول للصبر حدود. فبلاش نستفز الملايين من جماهير الزمالك، بلاش. ده لعب بالنار. ويا علاقتي بيك انتهت. وانت اديتني ايه اصلا؟ لا دي قناتك، وحذرنا مره واثنين وثلاثه واربعه، والواد ده مكمل. الواد ده هيولع البلد. تاني الولد ده هيولع البلد. اقفلوا الصفحه دلوقتي
وهنقول جزء بس اللي احنا بنقول عليها وقف القيد. تمام. وهنرجع تاني لان احنا عندنا ماتشين مهمين جدا. اوعوا يشتغلونا على الماتش فاركو بتاع يوم الاثنين، واوعوا يشتغلونا العيال دي على الماتش بتاع يوم الجمعه. تمام. ان شاء الله ماتش فاركو باذن الله 10 الصبح في 50 اتوبيس قدام باب نادي الزمالك من عند قطاع الناشئين، هياخدوا الجمهور يودوه اسكندريه. احنا مع الجمهور الحقيقي. تمام. والاخ اللي كتب كتب ايه اللي هو اللي انت زعته الكلام احمر ده اسمه ايه؟ انه عايز تتخانق مع مصطفى الاسكاني، مش كده عندك؟ الاستاذ عمر هريدي. عمر هريدي ماليش دعوه بعمر، لا هو كانش عمر ماشي، ده حد يعلق على عمر. نزل بقى رد انا او اقوله لك من غير ما تنزله. انا اقوله لك خلاص. خليك معايا يا باشا. اتفضل. انا بس اوريك اللي احنا وصلنا له ايه. بص يا سيدي. انا برد على الاستاذ اللي قال لك اللي عايز يتخانق مع رئيس نادي. يا سلام، هو ده احسن دعم. انت تتآمر على رئيس النادي ملناش دعوه. تحبس رئيس النادي ملناش دعوه. بختلف حل رئيس النادي ملناش دعوه. تسقط رئيس النادي في انتخابات مجلس النواب بالتزوير تشوه ملناش دعوه. تشوه رئيس النادي في الاعلام وتشهر بيه انت حر واحنا معاك. لكن تقرب من الكيان اللي كل خناقات ومشاكل رئيس النادي مع كل اعداء الكيان واللي ظالمين الكيان بسببه، لا مش هنسكت. رئيس النادي اللي بيتخانق علشان يروح في 60 داهيه، تمام، علشان الكيان. كل الخناقات دي عشان مين؟ طب ما كل العيال دي بتقول ده حد يجرؤ يخش مكتبي الاقدميه، مكتبي مش في النادي، مكتبي الحقيقي. سواء كنت محامي او عضو مجلس نواب او رئيس نيابه او رئيس محكمه، الا بميعاد مسبق. وده حصل عشان مين؟ عشان الكيان اللي انت عمال تتكلم عنه وتقول لك ما يغور رئيس النادي. خناقه رئيس النادي هو بين ايه تاني وبين جمال علام او خالد الدرندلي او حازم امام ده اللي انا معينه مدير كوره في النادي، وانتوا لسه زعلانين له تقرير اول امبارح اللي العيال السفله بيقول لك ايه ده مسلط القناه المأجوره والصحفيين المأجورين دول وجمال حميد المأجور عشان يعملوا تقرير ضده. يعني رئيس النادي يسقط، يتحبس، يتشوه، كل يوم يروح محكمه تصدر ضده احكام، يتحل، انتوا حرين معاه. انما الكيان، ما هو يا ابني اللي واقف قدام الكيان ده كده جيش وشرطه ومدفعيه وطيران، هو رئيس النادي يا ابني. وانا لو وقعت النادي بعديه على طول. هو احنا مش قعدنا 9 سنين تاني، 9 سنين او 10، مفيش الا بطوله واحده من ساعه ما جيت 14 في الكوره بس. هو ده اللي انتوا بتقولوا دلوقتي مع اللي بعدكم. لا انا مش مبسوط من اللي بينزل ده، انا مش مبسوط، انا بزعل. يعني كل الحرب اللي انا بعملها دي، اول رئيس نادي يتحبس في تبو قسفانه ومش عايز اتكلم في تفاصيل، اتحلت 3 4 مرات. سقطوني في الانتخابات بالتزوير، وبعد ما اخلص نزل لي خير رمضان اللي انا هرد عليه امتى. هقول لك انت لما عمل مع عبد الناصر الزان وقال له محمود الخطيب ما نامش الا لما اتاكد من السقوط. طب انت بالك من الدايره؟ لا انا صاعد بالتزوير تاني، بالتزوير المفضوح. ولو في راجل يفتح الصناديق شوف انا واخد قد ايه. انا طالع الاول على الجمهوريه. حاجه بقى تعرف النهارده انا ما يهمنيش الطرف الثاني، انا يهمني انا اللي بيقولوه يا عم اتخانق معاه، يا عم اضربه، يا عم حله، يا عم احبسه. سبحان الله، هي خناقاتي دي كلها عشان مين؟ عشان الزمالك، عشان الكيان اللي انت بتتكلم عنه. هو الكيان ده ايه؟ الكيان ده مجلس اداره رقم 1، جمعيه يوميه 2، جماهير 3، فرقه رياضيه 4. مش هو ده الكيان؟ طبعا. مركب يا جماعه ماشيه، مين قائد المركب؟ اللي انتوا عايزين تقولوا له. طب ما تقولوا له ايه؟ غرفه 60 داهيه. يقول في 60 دقيقة. طب ما المركب خلاص، ما المركب تغرق، ايه المشكلة؟ مش هو اللي سايق المركب دلوقتي؟ ومنقسمين وزفت الطين المختلط وزفت الإبابة اللي على دماغهم طليانو. لا مش كده. حتى العاقلين يقول لك ايه؟ لا ابعد عن الزمالك الكيان، ومنك ليه هو؟ لا مني ليه هو ليه؟ طب ما انا اقول لك شكرا انا كمان. انا مفيش بيني وبين الناس دي حاجة.
نهائي. محمود الخطيب كان بيجي لي مكتبي هو وعاطف سلام بتاع السكر عشان كان عندهم قضيه، وكان بيقعد ناخد دوره. محمود الخطيب كان بيجي لي مع الراجل المحترم الله يرحمه مصطفى باظه. محمود الخطيب حاضر الافراح كل ولادي تاني، كل ولادي. انما الخناقه عشانكم مش عشان انا. وبقول اهو الخناقه مش عشاني، عشانكم. احنا قلنا كده فعلا. تاني الخناقه مش عشانكم يا اللي بتكتبوا ايه احنا كيان بس انتوا منه ليه؟ منكم ليا؟ مني ليهم؟ ايوه انا مني ليهم اديهم 100 مره 5000 مليون مره. عيب عيب، انا بشر ولما بشوف الكلام ده بزعل. انت المفروض انا قائد الكيان تقول اللي يمسه يبقى مسنا كلنا، انما اتخانقوا معاه اشتموه اضربوه احبسوه دوروا انتخابات ضده. هو في يا جماعه؟ في ايه بجد؟ فيا جماعه بصوا احنا دلوقتي النهارده ايه؟ النهارده بقى ايه؟ حد؟ السبت. لا الحد يعني بيان الحد يعني اليوم قالها لازم عليك. الاخ جمال علام جاي بكره ان شاء الله. ان شاء الله. المغرب. تمام. في صوت للعقل موجود في مصر كلها. ولما اقول في اجهزه محترمه بتتدخل يقول لك ايه هي الدوله تتدخل؟ ما هو يا جماعه ده امن قومي. فانا لما اقعد استفز جماهير الزمالك تاني استفزهم واضايقهم، هم بشر. لا ده الرياضه فيها جزء كبير امن قومي، فيها سياسه. ولن يسمح ان حد ينزل الشارع. هو انتوا ليه مصممين الناس الجماهير الزمالك ينزلوا الشارع؟ ممنوع. لان الوطن ده تاني اهم من الزمالك واهم من الاهلي. ولما يطلع احمد موسى النهارده يقعد يتنطط ويجيب الولد امين الصندوق يقول لك ايه؟ خليهم يجعجعوا. طب ليه يا ابني بتغلط ليه؟ ده انا اول امبارح لما كسبتوا الفريق اللي ما اعرفش نيوزيلندي ولا ايه هنيت النادي الاهلي. عيب اللي بيحصل ده هيولع الدنيا. وبحذر وبدور اللمبه الحمراء. الراجل جاي بكره يقول لك والدوله متدخله ليه؟ لان عايزه تطفي نار. وبعدين ليا سؤال، اعمل لك مفاجاه دلوقتي. ليا سؤال، هو مش اتحاد الكره ده بيطلع بيانات كل 5 دقايق؟ ومش طلع بيان ان انا موقوف، وبيان برفض الاستقاله، وبيان مش عارف ايه، كل 5 دقايق يطلع بيان؟ يا عم ما تطلع بيان تقول نادي الزمالك غلطان واللائحه الماده كذا بتقول كذا والقانون بيقول كذا، ناخد الكلام ده ونروح بقى المحكمه نروح الحداوي نروح اي حته. هو انت مستخبي ليه؟ يعني انتوا 10 رجاله ولا 11 راجل ما شاء الله. والاخ جمال علام يقول لهم ايه؟ اصل قال عليا مش راجل. بذمتك انا قلت عليك مش راجل؟ وهورينا انا راجل ولا مش راجل؟ يا جماعه احنا طبعا ما حصلش، ما قلتش الكلام ده، بس اللي جنبه هناك بقى هو اللي بيسخنه. ما الصوره يا عم نزل لي الصوره كده قبل ما اقول له المفاجاه. نزل لي الصوره بتاعت المغرب كده اللي فاتح فيها السبيكر، نزلها لي يا ابني. هنجيبها دلوقتي يا فندم. تمام. اطلع. اللي قاله امير مرتضى غلط، اللي قاله مرتضى غلط، اللي قاله مدحت شلبي غلط، اللي قاله اطلع قول. انما وليد اسمه ايه ده؟ العطار هربان في فرنسا قال ايه؟ رايح يختار الخضار من اسبانيا. يقول لك رايح يختار الحكم. هو الحكام رئيس الحكام هو بيتم يا عم ده في حاجه ما اعرفش بقى في بوك بتاع بوك ده والايه بتاع ده لما بيجوا من بعيد وتقعد تختار وبتاع من وانت قاعد في بيتك. القعده ايه؟ ايه قاعده ايه؟ السبيكر ايه؟ مفتوح. التليفون فين على ودنه؟ ولا مفتوح؟ عشان اسمع الاسطوره. ثاني ما انتوا بتهيئوا جماهير الزمالك بتستفزوهم. استاذ جمال علام قاعد اهو الراجل ما شاء الله جسمه ملا في المغرب اهو يعني الاسطوره رامي ودن اهو. ايه؟ الاسطوره رامي ودن. دور مين؟ الاسطوره رامي ودن على التليفون. ايوه بيه. لا خلي بالك ده بيتهيألي الدكتور محمد شوقي ده بيتهيألي. ممكن بقى في صوره كبر لي الاخ اللي انت خفيه ده اللي هو على اليمين. عندك صوره ثانيه عشان يطلع؟ طلعوا لي كده. في صوره ثانيه نزلها وجازوا المفاجاه. عشان اقول لكم الزمالك على حق ودي مؤامره محدش يقول ليه تعنت. بيحضروها يا ست المشروع، بيحضروها بس. وما انتوا كنتوا بتتفرجوا على ايه دلوقتي؟ في بصين من الناحيه دي على ايه؟
لا كنا على الصورة على الشاشة. الشاشه احنا لو بصينا قدامنا هنديك ظهرنا كده. هات يا اخي كده، هات الاخ اللي على الشمال ده، اخ اكتر شمال. ثواني بيحضروها اقصى اليمين. تمام. يقول لك ايه، سؤال عليا انت مش راجل، فانا هوريه راجل ولا مش راجل؟ هتقول راجل على راجل؟ اولا ما قلتش. ما قلتش، مش هزار. واللي قال لك الكلام ده بيضحك عليك يا استاذ جمال. لان مفيش صعيدي مش راجل. تاني، مفيش صعيدي مش راجل، عيب. اكتب انت كده وبيضحك عليك. وبعدين التليفون ده وانت عمال تكلمهم وتوريهم ان الموضوع ده، لا اهي هات لي الصوره اهي. ده مين ده؟ اللي واقف ده مين؟ محمد الجرحي ده اللي هو مين؟ ابن جمال الجرحي؟ ايوه. الاخوانجي؟ هو احنا فين يا جماعه؟ وناس اخويا هايص وانا لايص. ضحك وفرفشه، ومعاهم رئيس الاتحاد اللي مدي تعليمات لا ما تقدرش بالغلط. تمام. وهم هناك هايصين اهو. بيقول لك اصل شعب المغرب بيحبني. هو احنا نسينا اللي حصل مع الوداد يا جماعه. ده الوداد المغربي بقى طبعا يعني هارد لك للوداد المغربي، ومبروك للهلال. اعتقد الهلال هو الفائز النهارده. الهلال كسب ركلات الجزاء بضربات الجزاء. كسب الوداد. ومبروك وطبعا هارد لك فريق الجزائر محترم محليين. مبروك لفريق السنغال. تمام. ادي الجرحي اللي بيعمل طلب حظ في مجلس النواب. يعني انا يطلع 200 اهلي الف 60 قريه واخد 90,000 صوت. تمام. ويقول لك لا انت ساقط، ودون يحطوه في القائمه الوطنيه. يا جماعه القائمه الوطنيه اللي ابوه جالي مكتبي وصلاح حسب الله موجود وقال يا جماعه اهرب اروح فين؟ انا مولت رابعه. هو في يا جماعه؟ في بجد في البلد؟ حرام. احنا ان شاء الله باذن الله خيري وشوبير والاخ احمد موسى وتامر امين بعد ماتش المهم اللي عندنا شباب بوليسداد، ماتش فاركو، وبعدين عندنا ماتش مهم جدا ده مفتاح افريقيا. وبعدين تقول لي اصل احنا رحنا كاس العالم ورحنا افريقيا. والله انا معاك 100 بس حضرتك اللاعب بتاعي بعد ما اتفقت مع محمد مصلحي على الهوا و12 مليون رحت دفعت 25 مليون وخدته. واثنين لعيبه. طب انت ما خدتوش ب 25 مليون ليه؟ لا ده واثنين لعيبه فوقيه كمان. محجوز على حساباتي كمان. تمام. وبعدين من 12 25 13 مليون اكتر من ضعف ليه؟ طيب انت خلاص الراجل نفسه بالمكالمه اللي عمال يشتمني ده في الجزائر انا مش هرد عليه احتراما لشعب الجزائر. انا اقسم بالله ما كلمته خالص. اللي حصل هي الرساله اللي بعتها لي بصوته. انا حكيم ولا حكم مش عارف ايه اللي هو عمال ينسج مش عارف. قال لك انا اهلاوي بحب الاهلي. انت حر بس انت اللي طالبني. وكان 500,000 دولار والواد بعت قال لك 500,000 دولار. انت 2 مليون دولار يعني من 15 مليون ل 60 مليون عشان اخد. مين اللي بياخد لمين؟ مين اللي خد لاعب من عندي وهربه اللي هو كهربا؟ انا اللي جيت ناحيتك؟ مين اللي خد المدرب السله بتاعي؟ مين اللي خد لاعب السله بتاعي؟ مين؟ سبحان الله. مين اللي بيحتك بمين يا دولة؟ مين اللي بيحتك بمين؟ احنا عمرنا ما عملنا دوت. وتقول ايه اصل احنا في كاس العالم وانت ما هو اذا كان اقوى 3 لعيبه بدعم بيهم فريقي انت مش هتساعدهم لي والكل بيتفرج. احنا عندنا ماتش ان شاء الله يوم الاثنين ربنا يوفقنا ان شاء الله ان شاء الله. والاتوبيسات من الساعه 10 واقفه قدام جمهور الزمالك العظيم فوق دماغنا. اتفضل. بالنسبه لعوده فيريرا كل اللغط ده ملوش لازمه لسبب بسيط جدا. فيريرا كان ماشي صح 100% هو مدرب محترم. ال3 اللي كانوا معاه الاجانب كل يوم يقولوا له ايه اسامه جاي مكانك، اسامه عايز يطفشك، اسامه متامر عليك. فما فيش الكلام ده. اسامه شخصيه محترمه جدا. تمام. نتيجه دوت الراجل ما بقاش مركز الا في اسامه وما بياخدش راي اسامه في اي حاجه. تمام. فالوضع الطبيعي ان احنا شفنا ان في حاله انهيار بطولتين 3 والبطوله الاهم بتاعت الماتش الاهلي. فاخدنا قرار مستشار ما اخدناهوش رياض. فالراجل بكل ادب في يعني امير راح له قال له انا لو طلعت من الملعب اموت. قال له طب احنا عندنا 1 2 3 4 5 الاخطاء اللي كانت بتحصل.
الراجل اقتنع بعد ما قال لا الولاد دول كانوا بيقولوا لي اسامه اسامه مشينا. تمام. بقى رجع فريرا تاني حبيب اسامه، من اول ما جه كان حبيب. اسامه عمل مبادره محترمه قدامكم كانت على الهوا، وقال ده قال اخطر من فريرا رجع، قال انا اشيل الشنطه للبروف. ده هو ده المؤدب المحترم، ابن النادي. المحترم صحيح بالحرف كده. الراجل بعت له قال له مبروك بالعربي، قال له واحنا في التصرف خلاص الثلاثه مشوا، بنجيب دلوقتي محلل اداء وبنجيب واحد بتاع لياقه بدنيه على اعلى مستوى وبنجيب بتاع اغذيه. تمام. وربنا يوفقه. ادي قصه فريق عشان نقفلها. تمام. لا بسبب هتاف الجماهير اللي جبناه مع احترامي لكل الجماهير، لان اللي هيمشي مجلس الاداره هيمشي بالطريقه دي. طب هدفه ضده هنمشيه؟ لا طبعا. صح. انا بقول لك الظروف، لما الوضع انت عندك مرض في حته معينه عالجته خلاص امشي على رجليك. ده الجزء بتاع مستر فيريرا عشان ما نتكلمش. تمام. تعالى بقى خد المفاجاه. هو احنا الموسم ده اللي اتمنعنا فيه ده موسم ايه؟ 22 23 20 لا 22 23. ايوه. اه طلع لي بيان اتحاد الكوره في بدايه الموسم اللي احنا فيه دلوقتي، اللي اغلق فرقه عليه. طلع لي بيان كده نزله 22 23. البيان بتاع القيد يا فندم يا باشا. بيان هو عنده بتاع اول الموسم. ايوه ب 22 23 الزمالك يسوي مستحقاته المتاخره لدى الاتحاد المصري لكره القدم. انا مش عايز حد يبدا تاني عشان يحط جزمه فوقه. حضر مسؤول نادي الزمالك، ده بدايه الموسم اهو. ما هو الموسم مش حته وحته. مظبوط. ده بيان رسمي صادر من اتحاد الكوره. طالع من اتحاد الكوره. وبعد الخير يا استاذ مرتضى. يا باشا طالع اهو. لا يا باشا بدايه الموسم لما احنا سددنا بدايه الموسم اهو. ايوه حضر مسؤول نادي الموسم اللي احنا فيه ده اللي هو قفل القيد عليا فيه. عقوبه من غير عقوبه. حضر مسؤول نادي الزمالك لمقر الاتحاد المصري لكره القدم تسويه المستحقات المتاخره على النادي لدى اتحاد الكوره. تمام. وتواجد امير مرتضى منصور. ده مش انا الكلام ده هم. اللي حصل فيه تخفيض. مش عايز حد اسمع صوته تاني. دي مؤامره حقيره عشان اللي الصوره ما يزعلش. اهو لما لقوا غلطه 38 مليون جنيه. تواجد امير مرتضى منصور المشرف العام على كره القدم في نادي الزمالك في مقر الاتحاد المصري لكره القدم، وقام مسؤول الزمالك بدفع مبلغ مالي من قيمه المستحقات المتاخره، وتم الاتفاق على جدوله المبلغ المتبقي. احنا غلطانين يا باشا؟ هات لي بعد البيان ده ورقه جات لي. انا بقول لك اهو بقى. انما احنا عملنا ايه بعد البيان دوت؟ 9 مليون 5 مليون كل شهر بندفع مليون. يا جماعه دي مؤامره. محدش يقول لي ان هم اصلا متزمتين افراطين على نادي الزمالك. دي مؤامره. صح. مش ده بيان اتحاد الكوره؟ طبعا. عايز راجل في اتحاد الكوره يطلع يقول بيان ده مزور. ده الصفحه الرسميه بتاعت اتحاد الكوره يا باشا. الصفحه الرسميه يا جماهير الزمالك فوق. القصه مش مرتضى. انت هتاخد لي الدوري المره الثالثه وتزعل بيبو؟ لا هجيبك الارض اهو. قال لك سوا وجدول ويبعت لنا 9 مليون تاني وبعتنا 500,000 وبعدين بنبعت مليون كل ما يجي بنبعت. وانا عندي محجوز عليا. عايز بقى ذكر في اتحاد الكوره يقول لي هو في القيد بتاعي. هو ده موسم كام؟ 20 22 23 22 23 اللي احنا فيه ولا ده موسم تاني؟ هو تمام. البيان ده طالع على صفحه الزمالك ولا طالع على صفحه الاتحاد المصري لكره القدم؟ اتحاد الكوره. يا جمهور الزمالك فوق. القصه مش مرتضى. القصه انتم. تاني القصه انتم. اهو الزمالك يساوي ده العنوان مستحقاته المتاخره لدى الاتحاد المصري لكره القدم. امال بتطلبني بايه؟ ولما جيت لك ادي 9 مليون اللي بتوع اسمه جاي الاسبوع الجاي سيف؟ لا. طيب ادي حوالي حاجه ب 10 مليون للشركه بقى؟ لا. طب ادي شيك من حساب الخاص؟ لا. ادي 7 مليون اهو ونص؟ لا. اخونا عصام حجاج كلم الاستاذ محمد الوفا جمع 5 مليون وجالنا. تمام. راحوا كلهم هربانين من الباب اللي ورا. لا يا جماعه. لا. وجايت انت وانت بتاعت هبه جاي تتنططي لي وتقول لي اصل بيفرح. انتوا اللي عاملين ده.
انتوا اللي عاملين الحزن لجماهير الزمالك. ويوم الثلاثاء ان شاء الله انا هقول كلمتين. مستنيين الاخ على جمال علام يجي بكره. استاذ ولي شباب موجود. هما كلمتين. اذا لم تحل هذه المؤامره فورا، لان انا سجلت في الميعاد، انا ليا راي هقوله تاني. قرار سياسي، تاني سياسي رياضي اعلامي، وكل واحد يتحمل مسؤوليته في البلد دي. انما احنا هنقعد كده اتحرق دمي ودون يعمل لي قضيه واتحبس فيها، واللي حبسني ده اصلا كان مديني براءه عن نفس الموضوع قبلها ب4 اشهر، وحل مجلسه ويقعد سنه اصل عنده مخالفات وبعدين يطلع وما عندوش اي حاجه. تمام؟ لا يا جماعه الموضوع زايد عن حد. انت مش عايز مرتضى الذكر يطلع كده واضح يقول لا، مرتضى كفايه عليك رياضيا وسياسيا، تاني رياضيا وسياسيا واعلاميا، يطلع قول هريحك من الثلاثه دول. انما الضرب تحت الحزام ويخش في جسم نادي الزمالك، لا. انت طلعت بقى من الضرب فيا انا شخصيا، ما هو حل مجلس انا وجزء الزمالك، وبعدين حبسي انا شخصي، طيب، وبعدين اسقاطي في مجلس النواب برضه انا. انما منع القيد عشان الزمالك يقع اهم 3 لعيبه، وتقول لي اصل انت ورطت كاس العالم للانديه انا رحت وحياه هبه. انت بني ادم بشع. انا مش عارف مراتك طلعت ازاي في البيت يا اخي. انت بشع. تاني انت واحمد والله العظيم بشاعه. وانا بقى ايه ان شاء الله خير استخلص الماتش ده وده، وهفرج مصر كلها على اللي خناقته مع الرقصات، وهفرج مصر كلها على المخبر اللي كان بيعيط ويبوس الايد عشان اطلعه، وهفرج مصر كلها على اللفندي اللي قال امه وابوه اللي بيقول لك عليها قليل الادب الاحترام، قذورات طلع من بقه وعشان كده القناه اتقفلت. وكذب قال ده مش صوتي، والتقرير قال لا ده صوته، والبنت فضحته. انا معاكم. والتاني اللي كان بيبوس ايد ما توريني يا عم اللي هو الاخ تامر وبيبوس ايد اسمه ده الواد اسمه خير رمضان ده اللي بيبوس ايد القرضاوي مفتي الدم. صلحوا لي كده والنبي. بيجيبوها يا فندم اهو. فين يا جماعه الصوره؟ ايوه ماذا؟ طلعت يا بيه صوره؟ طلعت يا فندم. بيبوس ايده، بيبوس ايد مفتي الارهاب فوق. ده اللي بيقلب عليا. طب مين اللي حاطط ايده على كتفه ده؟ مين ده؟ المجرم عبد الرحمن القرضاوي اللي بيشتم جيش بلدي وشرطة بلدي، اللي قال على ثورة 30 يونيو انقلاب. ده خير رمضان. ده خير رمضان. شفتوه؟ ها؟ شفتوا؟ خدام للارهاب اهو خير رمضان. وده ابن الارهابي عبد الرحمن اهو حاطط ايده على كتف خيري. انتظرني يا خيري، الماتش ده يخلص، الماتش ده يخلص وانتوا الاربعه هاخدكم يوم واحد عشان مصر تتفرج على الاعلام. ارجع لنفسك بقى. ارجع تاني. رجعنا اهو. بص يا بيه، في فرق بين بيوت الدعاره زي 5 باب، في فرق بين قنوات التلفزيون. تمام؟ هفرج مصر كلها عليكم والعالم العربي. احنا عايزين نركز. خلاص انتوا شفتوا بقى القيد اهون، والبيان اللي طالع من اتحاد الكوره بدايه الموسم قال عليها حاجه كده يا جماعه؟ لا خلاص؟ ان شاء الله تتحل الاسبوع ده ان شاء الله يا فندم باذن الله. يا باشا انا مستني بكره. تمام. وماتش يوم الاثنين ما اتحلتش. انت قلت على ايه يا جنات؟ على نفسها ايه؟ براكش. تعرف براكش دي ايه؟ ايه؟ كلبه. كلب قاعده تهوى وتهوى لحد ما جابت لهم الجيش لغايه ما جم بقى خلصوا بعد عليه. ما استخبوا. احنا عندنا بركشات كتير. هنقفل الصفحه. جمهورنا عظيم
انت عرفت انا زعلان من ايه؟ 2 ركزوا، القصه مش مرتضى حبس وحل وكل ده مرتضى، انما وقت قيدك عشان يوقف حالك. عندك اهم 3 لعيبه كل الناس قالت، كل المحللين. ناصر اضافه رهيبه، احمد بالحاج اضافه في النص رهيبه، ان شاء الله طبعا. ربنا يوفقك. شبانه اضافه في الدفاع رهيبه، والنهارده ما شاء الله رجع لنا الونش هو رجع بالسلامه. الونش المحترم، والولاد عملوا له بتاع ممر شرف. تمام يا استاذ جمال، سيبك من اللي كانوا حواليك بيغرقوك، وحق القران والمصحف اللي قدامي ده اهو، ادي مصحف قدامي اهو، انت مش شايف بس انا بقول لك قدامي اهو، ان محمود الخطيب ومجلسه كانوا عايزين يمشوك، وحق القران الكريم ده محمود الخطيب ومجلسه كانوا عايزين يمشوك انت والمجلس بتاعك. انت عارف مين اللي حماك واقف معاك؟ انت عارف وكلمتني قلت لك وانا معاك مع اللي هو سندك. تاني انا كان ليا عليك شويه تحفظات كنت بقولها، انت كلمتني قلت لك وصلني رساله وانا وراك، اللي انت قاعد وعاهم دول اقسم بالله العظيم كانوا عايزين يمشوك. خلص الكلام. تمام. استاذ مشرف خلاص. شكرا سياده المشرف مرتضى منصور.